جابر مدير عام إدارة كرة القدم، ولا أدري مساعد مدرب اليوم موجود برضو عبر بنش البدلاء. اليوم كابتن، هل كنت تتفق أنه هذا هو المستوى اللي قدم الأهلي، فقط تسجيل أهداف اليوم، أم أنه بعد رحيل الجهاز الفني اتضح معالم التغيير؟ كيف نفهم الشغلة خصوصا في كمية أهداف؟ لا حتى أن النتيجة الطبيعية قدام الأهلي كانت 3-1. يعني اليوم برضو عندنا سجلنا 4 أهداف، كان ممكن نزيد الغلة، لكن أنا ما أتكلم لك عن الفوز أو الخسارة بقدر ما أتكلم لك عن الأداء العام والأداء الفردي، الانضباط في التكتيك، الروح العالية، اللعب. هذا واضح من مباراة الأهلي. يعني لو مسألتنا فنيا أنه جاء مدرب وحضر مدرب وغادر مدرب، يمكن حديث الكابتن أسامة هوساوي أكبر دليل أنه ممكن أنه ما توفق فقط توماس دول. لكن نرجع وأقول دائما أنا عندي نقطة أنه اللاعبين متى ما حضروا ذهنيا وأرادوا، ما في أي جهاز ممكن يكون الجهاز يمكن يكون مساعد مع اللاعبين، والجهاز له دور في أمور كثيرة، ممكن تكون انضباطية فقط أكثر مما هي تكتيكية. تكتيكية ممكن تكون بشكل معين أو بشكل بنسبة قليلة. لكن أعتقد أن الفريق لو شاهدنا 6 عناصر أو 7 عناصر 22 سنة، وهذا مؤشر أفضل من مسألة أنه كسب ديربي. الديربي كسبناه سنين طويلة، لكن كسبته في نص ساعة اليوم كابتن. لا بالعكس، النص ساعة ترى هذه كانت بالنسبة للأداء المفروض تعطينا دافع أكبر، لكن حملتنا مسؤولية أكبر. دائما الدربيات ما في بينك، حتى لو سجلت 3-0 في تاريخ كبير بين الفريقين، أنه ما تعني نتيجة كبيرة في شوط أو في نص ساعة. لكن فعلا الوعي الكبير اللي عند اللاعبين استفادتهم من عدة أمور. لكن أعتقد الأسلوب التكتيكي اللي احنا لعبنا فيه، الانضباط التكتيكي، روح اللاعبين، كان عامل مهم جدا يعطيك الفخر والاعتزاز أنه عندك لاعبين بهالمستوى هذا. نتمنى أنها تكون بالنسبة لنا ثبات أكثر مما هو نتغنى في زي اللي تايهين في الملعب. بعض اللاعبين في مراكزهم في تباعد كبير. أنا أشوف من برا، لكن أنا استغليتها بالثلاثي أو الرباعي الموجود 4-1-4-1. الرباعي هذا أدى مهمة أكثر من رائعة، ونفس ما طلبنا منه سواء قبل المباراة أو أثناء المباراة. ساعدنا زي ما قلت لك النصر في عدة أمور. يعني المفروض ان احنا الآن ننسى المباراة هذه. عندنا مباراة الاتحاد طبعا يوم الجمعة مهمة جدا، واعتقد انها راح تكون مفصلية بالنسبة لنا. بطولة حققناها 5 سنوات، فريق اللي هو احنا كنادي الهلال لا نعترف مثلا انه نقص او ما في جانب او هذا، لا فعلا الحضور حضور مشرف. من يأتي من يستاهل انه يكون ضمن ال11 ضمن ال18 حيكون موجود. طيب كابتن، اللعب على أرضية الملعب اليوم هي سلاح الهلال، نستطيع أن نقول الباصات القصيرة هي السلاح الأهم فنيا اليوم؟ أنا أقول السلاح يعني ما أقدر أقول لك، لكن قراءتنا للنصر قبل المباراة كانت في محلها، خصوصا مو بس الباصات القصيرة، اللعب خلف المحاورة. وأعتقد أنه ساعدونا 2 محاور اليوم، وكان يعني كان عندنا دائما لاعب حر زيادة في الملعب، عزيز أو غالب، عبد الغني أو الزيلعي، ما يعرفون من يغطون بالضبط. كان دائما ما يكون عندنا لاعب حر، حتى لما يغطون ال4 الصغار اللي موجودين تقريبا اللي هم يشكلون خطورة في اللعب الباصات القصيرة، يكون عبد اللطيف دائما حر. أخيرا هسك طالب الهلال بإبقاء يو، صحيحة هذه المعلومة؟ أعتقد أن يو موجود كلاعب محترف، طلب أن يستمر، يعني أنه لا يكون من ضمن التغيير. أكيد عنده الآن هسك من هنا إلى لأنه لاعب محترف. أعتقد الخانات اللي احنا محتاجينها، يعني شوف بغياب العربي، لو لا سمح الله العربي رجع مصاب، ما عندنا مهاجمين محترفين غير ريو مع سعد ومع عيسى المحياني. موجود يو وجود كويس يعني مهم، ووجود اليوم أعتقد أنه يعطيه إن شاء الله دافع أكبر، لأن احنا نحتاج كل لاعب سواء كان محترف أو محلي. حينما خسرت من الأهلي كانت ابتسامتك موجودة، اليوم تفوز بنتيجة كبيرة لا تبتسم كابتن، لماذا؟ والله سؤالك ما شفتك مبتسم، يعني كنت مبتسم مبسوط؟ أكيد فرحان طبعا من جوا، بس مو بلازم ابتسم للكاميرا واعطي واتفائل اكثر من اللازم واعطي العمور اكبر من حجمها. لا هي مجرد مباراة كسبتها، في الأهم هو اللي هو يوم الجمعة، وفي الأهم اللي أنت تفوز تفكر في الكاس. أنا أفكر في بطولة، ما أفكر أفوز في ديربي وخلاص، ولا أنبسط من نتيجة 4 ولا نتيجة 3، أو حتى لما أخسر وألعب ضد الأهلي بالشكل هذا
اكون مبسوط اكثر، لانه اذا انت حظ وقف ضدك والناس كلها تشيد فيك هذا هو قمه الانتصار. لكن اليوم يقول لك والله فريق بطل وفريق عنده امكانيات من امتداد مباراه الاهلي. انا مو مساله اني انا بطلع في التلفزيون فرحان واتغنى لا، لكن كيف افكر اني اطلع لمستوى اعلى من كذا. انا قلت لك انبسط لما اشوف الهلال في افضل حالاته. الان احنا قاعدين نروح للمستوى اللي احنا نبغاه بالعدد الموجود من اللاعبين الممتازين الصغار اللي مساعديننا اولا واخيرا. يمكن يسمعون اللقاء هذا بعدين في الانضباطيه خارج الملعب قبل داخل الملعب. انا ما عندي خوف من اي شيء، عندي مستقبل اعتقد اني اقدر اعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على هالمجموعه النجوم اللي تبغى تقدم شيء واللي تبغى تعطي شيء. فالابتسامه اذا متى موجوده اعتقد ان نهايه الموسم حاعطيك ابتسامه من هنا لين عند اذني. ممكن تعطيني الحين، في كثير ناس ما عجبتهم حكايه البرتغيز اللي قلتها ذاك اليوم، برتغيز اللي قلت لانك تكلمت مع الحكم برتغيز. لا ليه منهم ما عجبه؟ ما ادري، لاحظت انه في رده فعل ما عجبتهم. ليش تفكر ليش ما عجبتهم؟ ليش ما عجبتهم؟ انا اسالك. والله ما ادري، انا في كثير ناس ما يعجبها شيء، يعني ما ادري، في ناس تقوم من النوم ما يعجبها ولا شيء. فاكيد انه البرتغيز ولا الفرنسي ولا الانجليزي ولا العربي اكيد ما راح يعجبه. احنا خلينا نركز في فريقنا، اللي ما يعجبه ما يعجبه بسلامته. احنا نركز كيف نصنع فريق ما لنا اي دخل في اي احد ثاني، كيف ان احنا نرجع نصنع فريق فعلا له هيبه قويه. اعتقد وصلنا مرحله في 2009 2010 جزء من 2010 و11 صنعنا فريق فيه هيبه، وهذا ما تجي الا بتكاتف الجميع. اولا خارج اللي هم الجمهور بالدعم المعقول، لا نطلع في امور كثيره وندفع في امور كثيره، نحكم على ناس بالفشل قبل البدايه ونحكم على ناس بنجاحها قبل ما تبدا. يعني هذه امور كلها مهمه. الخارج اللي هو خارج اسوار النادي نحتاج الدعم من الجميع. انا مبسوط اليوم كثير، يعني لو تبغى لي افرح اكثر شيء فرحت فيه الحضور الجماهيري، المسانده الغير طبيعيه. بعض الجماهير لما تتكلم معك يجب انك توقف وتسمع لها، لانه عندها راي قد لا يكون عند اي احد ثاني، لكن نحتاج دعمهم في المرحله القادمه حتى ان احنا تكون ابتسامتنا جميعا بعد نهايه الموسم احلى ابتسامه. ما نبتسم في مباراه ونحزن في مباراه ثانيه ونقعد نتذبذب، صعبه، ما اكيد ما راح تشوف ابتسامه. ابتسامه دائما حلوه يا كابتن. انت شكرا. شكرا الكابتن